فكل معطل لا بد أن يكون في الأصل مشبها، هذا هو الأصل، لأنه لما تبادرت في أذهانهم تشبيه الخالق بالمخلوق فأرادوا التفلت من هذه فوقعوا في التعطيل. لذلك الأصل أن نقول كل معطل مشبه، وكل معطل ينبغي أن يكون مرجعه في ذلك هو بشر المريسي والجهم بن صفوان، ثم يكون سندهم إلى اليهود. كما تعلمون بشر المريسي الذي أخذ مقالات الجهم، والجهم الذي أخذها من الجعد، والجعد الذي أخذها من آبان بن سمعان، وآبان بن سمعان أخذها من طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أخذها من خاله. فسند هؤلاء المعطلة ينتهي إلى اليهود، واليهود من المشبهة في الأصل، اليهود من المشبهة. فلما وقع هؤلاء المتأخرون وقعوا في التشبيه فأرادوا أن ينزهوا بزعمهم أن ينزهوا الله سبحانه وتعالى، فوقعوا في نفي جميع الصفات الإلهية، وبذلك عطلوا صفات الباري وجعلوه عاجزا غير قادر. نسأل الله العافية والسلامة من شرور هؤلاء. وكما قال الإمام ابن المبارك رحمه الله تعالى: كل قوم يعرفون ما يعبدون إلا الجهمية. ولذلك كان يقول في بعض أبيات له: ولا أقول بقول الجهم إن له قولا يضارع قول الشرك أحيانا. وهؤلاء المعطلة انتشرت فتنتهم واستشرى ضررها عند المحنة أو في زمن المحنة، وهو نفيهم لصفة الكلام لله سبحانه وتعالى. لذلك تجد كثيرا من أئمة السنة كانوا يؤلفون التصانيف في إثبات الصفات وفي الرد على رؤوس هؤلاء. وممن كانوا يردون عليهم هذا المدعو بشر بن غياث المريسي، هذا الرجل الكافر الذي لم يذكره أحد من أئمة السنة إلا ولعنه وكفره وكفر من نحى نحوه. ومن أشهر المصنفات في ذلك الوقت تصنيف الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى، لما ألف رسالة وسماها بالرد على الجهمية والزنادقة، وكذلك الرد على الجهمية للإمام الدارمي رحمه الله، وكذلك له رد شاف وكاف في الرد على بشر المريسي للإمام عثمان بن سعيد الدارمي، وسماه بنقض عثمان بن سعيد على بشر المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله في التوحيد، أو كما سماه رحمه الله تعالى، وبين عوار هذا الرجل وهتك ستره وعراه على حقيقته. فلذلك كل من جاء بعد المريسي تأثر بمقالات المريسي. والغالب من مصنفات أهل السنة والجماعة في ذلك الوقت كانوا يذكرون بشرا ومن نحى نحوه، وإن لم يذكره بالاسم ذكروا ما يروج له من العقائد الفاسدة. لذلك هؤلاء أهل الضلال تصدى لهم أهل السنة في كل عصر وفي كل مصر، بيّنوا عوارهم وهتكوا أستارهم، وهذا صيانة لدين الله سبحانه وتعالى وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. وهذه منهجية أهل السنة والجماعة. ولم يزل أهل السنة يعيبون أهل الأهواء المضلة وينهون عن مجالستهم ويخوفون فتنتهم ويخبرون بخلاقهم ولا يرون ذلك غيبة لهم ولا طعنا عليهم. هذه منهجية كما نقلها الإمام ابن أبي زمنين، هذه منهجية أهل السنة في بيان حال أهل البدع. وفي الوجه المقابل كنا أيضا نعلم أو لابد أن نعلم أن أهل الضلال لم يسكتوا أيضا عن ردود أهل السنة عليهم، لم يسكتوا، بل أيضا
ألفوا التأليف وصنفوا التصانيف في الرد على أهل السنة، وكانوا يسمونهم بالمشبهة والمجسمة والحشوية وغير ذلك. ومن ذلك كتاب ما يسمى بالتوحيد وكفر المشبهة لبشر المريسي، وأيضا كتاب الرد على المشبهة لابن الثلجي الجهمي، وهؤلاء كانوا في القرن الثالث. وكذلك كتاب دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه لابن الجوزي، وهو أيضا يرد على أهل السنة ويسميهم بالمشبهة بدعوى أنه ينزه الله تبارك وتعالى. وكذلك كتاب لابن فورك اسمه مشكل الحديث، وأيضا لابن عساكر كتاب اسمه الرد على المشبهة وغيره. يعني هذا العنوان الرد على المشبهة كان لكثير من هؤلاء المعطلة، وكلهم يزعمون أنهم يردون على أهل السنة والجماعة. وكذلك كتابا للسيوطي تأويل الأحاديث الموهمة للتشبيه وغير ذلك من المصنفات، يعني كانت للمتقدمين منهم وكذلك ممن جاءوا بعدهم من أصحاب يعني القرون في القرن الرابع والخامس والسادس إلى القرن التاسع. وكل هذه القرون المتأخرة انتشرت فيها عقائد فاسدة، ومن هذه العقائد الفاسدة عقيدة الأشعرية والماتريدية. هؤلاء أيضا هم من ثمرة المعتزلة الذين كانوا تلامذة للمريسي وللجهم وغير ذلك، وينتهي سندهم إلى لبيد بن الأعصم كما ذكرنا آنفا. فالحاصل من هذا أن الصراع بين الحق إلى أن تقوم الساعة إلى يومنا هذا الذي نحن اليوم فيه، الصراع بين الحق والباطل. فأهل السنة يردون كيد أهل الكفر، وهؤلاء أهل الكفر يردون على أئمة السنة ويرمونهم بما ليس فيهم، ويرمونهم بما لم يقولوه ولا يعتقدوه. لذلك كان يقول قتيبة بن سعيد قال: إذا قال الرجل المشبهة فاحذره فإنه يرى رأي جهم. وأيضا يصح أن نقول أن هؤلاء المعطلة أنهم ملاحدة لا يعبدون ربا ولا يثبتون إلها في السماء، ولا يثبتون لهذا الإله الذين يزعمون أنهم يعبدونه لا يثبتون له أي صفة، فيجعلون كل الآيات الثابتة في صفات الله تعالى أنها من المجاز وأنها من المتشابه وينبغي أن تؤول وغير ذلك. هذه عقيدتهم. لذلك كان من منهج أهل السنة أنهم بيّنوا حالهم، كما قال وكيع بن الجراح رحمه الله تعالى قال: القرآن كلام الله عز وجل أنزله جبريل على محمد عليه الصلاة والسلام. كل صاحب هوى يعرف الله عز وجل ويعرف من يعبد، إلا الجهمية لا يدرون من يعبدون، بشر المريسي وأصحابه. يعني بشر المريسي وكل من كانوا تبعا له وعلى عقيدته الفاسدة، هؤلاء لا يعبدون ولا يثبتون إلها في السماء. لماذا؟ لأنهم ينكرون العلو والفوقية والاستواء، كل ذلك ينكرونه، وينكرون الصفات الأخرى: الضحك والفرح والغضب والمجيء والدنو والتدلي والنزول، كل ذلك كل هذا ينكرونه. وأيضا صفة الوجه واليد وغير ذلك من الصفات ينكرونها. فلما أنكروها ماذا نقول نحن عنهم؟ نقول هؤلاء يعبدون عدما، كما قال السلف: هؤلاء يعبدون عدما. وكفر هؤلاء المعطلة أو الذين أنكروا صفة العلم مثل بعض القدرية الغلاة وغيرهم، فالسلف رحمهم الله تعالى كفروهم وكتبوا في كتبهم وصنفوا وبينوهم بأسمائهم وأعيانهم، كما نقل الإمام أبو محمد الحسن البربهاري رحمه الله تعالى كما في شرحه للسنة، ذكر بعض رؤوس هؤلاء وبين أنهم كفار بأعيانهم،
وقال رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل يذكر ابن أبي دؤاد والمريسي وأبو ثمامة وأبا الهذيل وهشام الفوطي أو واحدا من أتباعهم وأشياعهم فاحذره فإنه صاحب بدعة. فإنه صاحب بدعة. ماذا يريد بالبدعة هنا؟ البدعة المكفرة. فإنه صاحب بدعة وإن هؤلاء كانوا على الردة واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير. يعني كل إنسان كان على عقيدة هؤلاء الذين ذكرهم، وقد ذكر بعض رؤوسهم فقط: ثمامة بن الأشرس وأبو هذيل العلاف وهشام الفوطي وأحمد بن أبي دؤاد وبشر بن غياث المريسي. هؤلاء الذين ذكرهم هؤلاء قال كانوا أهل بدعة. ثم ماذا قال؟ وإن هؤلاء كانوا على الردة، يعني كانوا ينتسبون زورا وبهتانا إلى الإسلام، يدعون أو ينسبون أنفسهم إلى الإسلام، لكنهم أتوا بما ينقض هذا الإسلام المزعوم. فلذلك أجرى عليهم أئمة التوحيد، أجروا عليهم أحكام المرتدين، فهؤلاء كانوا كفارا مرتدين. ثم قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير. يعني كل إنسان يثني على هؤلاء الكفرة يلحق بهم ويهجر ويحتقر وتجتنب غدته، فهي أعدى من غدة الجرب كما قال المزني رحمه الله. لذلك يروى أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال: بلغني أن المثنى الأنماطي قعد بواسط فأثنى على بشر المريسي، فقام يزيد بن هارون رحمه الله تعالى فقال: لا والله، أو قال ينفى منها، فأخرجه من واسط. هذا المثنى الأنماطي أخرجه الإمام يزيد بن هارون رحمه الله تعالى من واسط، وسبب ذلك ماذا؟ أنه كان يثني على بشر المريسي، حتى يعلم أن أهل السنة كانوا على قلب رجل واحد، فكانوا إذا سمعوا بصاحب ضلالة وبدعة اتفقوا على إخراجه من كل البلاد، حتى لا يكون فتنة بين عامة المسلمين. وبشر المريسي هذا كان يروج إلى بدعة التعطيل، كان يروج، مع أن المستقر في قلوب العامة أنهم على طريقة أهل السنة والجماعة، كما قال أبو نعيم الفضل بن دكين رحمه الله تعالى قال: هؤلاء أبناء المهاجرين يحدثون أن الله عز وجل يرى في الآخرة، حتى جاءنا ابن يهودي صباغ فزعم أن الله لا يرى. ويعني بذلك بشر المريسي، يعني استقر في قلوب عامة المسلمين هو إثبات الصفات، جميع الصفات يثبتونها، حتى دخل عليهم هذا المريسي الخبيث لعنه الله، فأراد أن يغير ويبدل ما استقر في قلوب هؤلاء. ويروى أن هارون الرشيد رحمه الله تعالى أنه كان يتحين الفرصة بعد الفرصة لقتل هذا الخبيث، هذا المريسي. وكان المريسي كان يتخفى من مكان إلى آخر. ثم قال هارون الرشيد رحمه الله تعالى قال: لئن ظفرت به لأقتلنه قتلة لم أقتل بها أحدا من قبله. لكن قدر الله عز وجل أن يتوفى هارون الرشيد، فما كان من هذا الخبيث إلا أن تسلل إلى المأمون، وحينها بدأت الفتنة والمحنة، بل وتبعه خلق كثير من أهل بغداد، فكان يناظر وكان يعني يروج إلى هذه الضلالة. كما تعلمون المناظرة التي حصلت بين المريسي وبين عبد العزيز بن يحيى الكناني وطوائف كثيرة جدا من أهل السنة والجماعة، فكان يناظرهم وينافع عن هذه العقيدة الفاسدة. وقال أبو بكر المروذي رحمه الله تعالى: قلت لأبي عبد الله، يعني الإمام أحمد، ونحن بالعسكر، جاءني كتاب من بغداد أن رجلا قد تابع الحسين الكرابيسي على القول
فقال لي: هذا قد تجهم وأظهر الجهمية، وينبغي أن نحذر عنه وعن كل من تبعه. قال: مات بشر المريسي وخلف حسين الكرابيسي. وكان الإمام أحمد يقول: أخزى الله الكرابيسي، لا يجالس ولا يكلم ولا تكتب كتبه ولا يجالس من يجالسه. وقال: الكرابيسي جهمي. الكرابيسي جهمي، مع أن الحسين الكرابيسي لم يقل كما قال المريسي في جميع مقالاته، إلا أن الكرابيسي من طلاب الشافعي، كان تلميذا للشافعي. ولما ظهرت تلك الفتنة وهي فتنة القول بخلق القرآن، كان يقول: القرآن كلام الله، لكن ألفاظنا به مخلوقة، ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. فأجمع السلف على تجهمه وعلى كفره. والقائلين بخلق القرآن هم على 3 أصناف: الخلقية وهم القائلين بخلق القرآن، والواقفة الذين قالوا القرآن كلام الله ووقفوا لم يقولوا لا مخلوق ولا غير مخلوق، هؤلاء الشاكة كما قال الإمام أحمد. واللفظية الذين قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، فهؤلاء كلهم جهمية، بل شر من الجهمية. يعني من أتى بمقالة واحدة توافق الجهمية فهو جهمي. ليس شرطا أن يكون على عقيدة المريسي في جميع أبواب اعتقاده، لا، ليس شرطا. فكل من وافق المريسي في مقالة من مقالاته التي فيها طعن لله تبارك وتعالى فهو كافر بالله العظيم ولا كرامة. ومن أراد أن يعرف عقيدة المريسي الخبيث فعليه بقراءة كتاب النقض على بشر المريسي للإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى، فقد ألف كتابا كاملا في الرد على هذا الرجل وبين حاله. ومما ذكره رحمه الله تعالى فيه قال: فيقال لهذا المعارض المعجب بضلالات هذين الضالين: فرغت من كلام بشر بسخط الرحمن، وابتدأت في كلام ابن الثلجي بعون الشيطان، ومثل فراغك من كلام بشر وشروعك في كلام ابن الثلجي كمثل المستجير من الرمضاء بالنار. فرغت من احتجاج كافر إلى احتجاج جهمي خاسر، فعلى أي جنبيك وقعت منهما لم تنجبر، وأيهما استعنت لم تظفر، وبأيهما استنصرت لم تنصر، لم تنصر. وكذلك قال الإمام الأوزاعي لبعض أهل البدع إذا انتقلوا من رأي إلى رأي: إنكم لا ترجعون عن بدعة إلا تعلقتم بأخرى هي أضر عليكم منها. ويروى أن المريسي كتب رسالة إلى منصور بن عمار وقال له: أخبرني عن القرآن، أخبرني عن القرآن، أخالق هو أم مخلوق؟ وهذا ابنه سليم ابن منصور بن عمار قال: كتب بشر المريسي إلى أبي قال له: أخبرني عن القرآن، أخالق أم مخلوق؟ فأجابه منصور بن عمار رحمه الله تعالى: ومما قاله قال: نحن نرى أن الكلام في القرآن بدعة، إلى أن قال له: ولا أعلم خالقا إلا الله عز وجل، والقرآن كلام الله عز وجل. وكلام منصور بن عمار لما قال له: نحن نرى أن الكلام في القرآن بدعة، هذا متى قاله؟ قبل ظهور هذه الفتنة، يعني قبل المحنة. فلما ظهرت المحنة وكذا فبين السلف ولم يسكتوا، بل كانوا يبينون أن القرآن كلام الله، هذا هو الأصل. ثم زاد أئمة السنة غير مخلوق، وهنا زيادة وفائدة في إثبات أن الكلام كلام الله عز وجل غير مخلوق، هذا عند ظهور الفتنة.
فبينوا ولم يسكتوا، القرآن كلام الله وكانوا يسكتون، ثم بعد ذلك قالوا غير مخلوق، وكل ذلك بيانا لعقيدة أهل السنة ومغايظة للجهمية. ودليل ذلك أن أحمد الدورقي قال سمعت أبا النضر يقول دعانا إبراهيم ابن شكلة وأحضر المريسي، أحضره معه، أراد ضرب عنقه، فقال لنا ما تقولون في القرآن؟ ما تقولون في القرآن؟ قال قلت القرآن كلام الله غير مخلوق، غير مخلوق. هذه زيادة بعد ظهور هذه الفتنة وهذه المحنة، غير مخلوق. فقال لما لم نقل كلام الله ونسكت؟ قال قلت لأن هذا عدو الله، يعني المريسي، أن هذا عدو الله قال مخلوق، فلم نجد بدا من أن نقول غير مخلوق. فلما قال هو مخلوق قلنا غير مخلوق. وفي هذا جوابا للسؤال، لما المريسي قال القرآن مخلوق قلنا نحن القرآن كلام الله، ثم زدنا غير مخلوق. وهذا إجابة على هؤلاء المعطلة. وكما قال بلال بن سعد قال إن المعصية، هذا في المعصية ليس في الكفر، قال إن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، وإذا أعلنت فلم تغير ضرت العامة. يعني هذا نطلقه أيضا في مثل هذه المسائل العظيمة. يعني إذا كانت مسألة قد تلقاها بعض الأفراد وكانت خفية لا تضر العامة، لكنها إذا انتشرت ولم تجد من يغيرها قد تضر ماذا؟ العامة، ويعتقدون هذه العقيدة الفاسدة. لذلك أهل السنة كانوا يحذرون من أهل البدع، بل ويحذرون من يجالسهم، كما قيل للأوزاعي رحمه الله تعالى إن فلانا يجالس أهل السنة ويجالس أهل البدعة. قال سبحان الله، قال الأوزاعي سبحان الله، أيريد أن يسوي بين الحق والباطل؟ تعجب رحمه الله، تعجب، قال يعني كيف هذا صاحب سنة وهذا صاحب بدعة، والبدعة قد تكون مكفرة، يعني كيف تجالس هذا وتجالس هذا؟ أي قلب عندك؟ سبحان الله، هل هذا القلب الذي بين جنبيك هل يقبل الحق والباطل في آن واحد؟ لا، سبحان الله، القلب السليم لا يقبل إلا الحق وإلا الكتاب والسنة. لذلك السلف رحمهم الله تعالى كانوا يتخوفون من انتشار هذه البدع المضللة، لأنها إذا انتشرت وعمت أفسدت قلوب العامة. وفي حدود 100 الثالثة انتشرت هذه المقالة أو هذه المقالات، وهي نفي الصفات، التي كان السلف رحمهم الله تعالى يسمونها مقالات الجهمية، وكل ذلك بسبب بشر المريسي ومن كان معه من طبقته. وكلام الأئمة مثل مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم كثير رحمهم الله تعالى في ذمهم وتضليل هؤلاء. لذلك لا يجوز للعالم أن يسكت عندما يرى ما يكون خللا في الاعتقاد، لأن هذا يؤدي إلى فساد الراعي والرعية، كما فعل المريسي لما دخل على المأمون فأفسده وأفسد من حوله من القضاة، ثم انتشرت هذه الضلالات والكفريات، انتشرت في عامة الناس في أرض بغداد كما تعلمون، حتى صار يدرس في الكتاتيب يدرس القول بخلق القرآن، سبحان الله. وكان عندهم لا يفك الأسير عند العدو حتى يمتحن بهذه المقالة، وكانوا لا يشهدون ولا يعقدون لرجل إلا بعد الامتحان،
وهكذا. كل ذلك كان منتشرا في بغداد، حتى أن الإمام يزيد بن هارون رحمه الله تعالى سأله رجل من أهل بغداد فقال له: يا أبا خالد، سمعت بشر المريسي يقول في سجوده: سبحان ربي الأسفل. فقال يزيد بن هارون رحمه الله: إن كنت صادقا فإن بشرا المريسي كافر بالله العظيم. ما معنى هذا الكلام؟ لأن هذا المريسي كان ينكر صفة الكلام لله تعالى، ومنه إنكار جميع الصفات، حتى أنه بلغ به الأمر أن قال: سبحان ربي الأسفل. لا يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، كان يقول سبحان ربي الأسفل. وهذا إنكاره لصفة العلو لله تبارك وتعالى، وأنه عال على خلقه مستو على عرشه. وفائدة ذلك أن يزيد بن هارون رحمه الله تعالى لم يعذر المريسي في ذلك بمقالة، لما قيل له إني سمعته يقول سبحان ربي الأسفل، قال: إن كنت صادقا فإن بشرا المريسي كافر بالله العظيم. والمعطلة كاليهود، هذا نفى صفة العلو لله تعالى مثل ما قالت اليهود، فأمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة. ونحن لا نستغرب من هؤلاء، لأن سندهم ينتهي إلى لبيد بن الأعصم كما ذكرنا في أول الكلام. وما وقع فيه اليهود هو نفس ما وقعت فيه هؤلاء المعطلة، كما قال المريسي وهو يتكلم عن الصفات، قال: لا تردوه فتفتضحوا، يعني فيكشف أمركم وحالكم، ولكن غالطوهم بالتأويل فتكونوا قد رددتموها. يعني هنا تردون ماذا؟ يعني إذا أولتم الصفة رددتم الصفة، يعني التأويل هو في حد ذاته رد للصفة بلطف، كما قال: إذ لم يمكنكم ردها بعنف. ما هو العنف؟ يعني أن تنكر الصفة هكذا مباشرة وعلنا. أما إن أولتها فهذا رد للصفة بطريقة لطيفة. هذا قول المريسي، وهو ما ذكره الإمام عثمان الدارمي عنه. ومما نقله الإمام الدارمي رحمه الله تعالى في بيان حال هذا الملعون المريسي، قال: وبلغنا أن بعض أصحاب المريسي قالوا له: كيف تصنع بهذه الأسانيد الجياد التي يحتجون بها علينا، يعني أهل السنة، في رد مذهبنا مما لا يمكن التكذيب بها، مثل سفيان عن منصور عن الزهري، والزهري عن سالم، وأيوب ابن عون عن ابن سيرين، وعمرو بن دينار عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما أشبهها. فقال المريسي لأتباعه ماذا قال؟ قال: لا تردوه، يعني هذه الأسانيد لا تردوه فتفتضحوا، ولكن غالطوهم بالتأويل فتكونوا قد رددتموها بلطف، إذ لم يمكنكم ردها بعنف، كما ذكرنا. يعني إنكار الصفة مباشرة هذا عنف، لكن التأويل هو نوع من المراوغة والتسلل إلى إنكار الصفة. هذا واضح. يعني هذه عقيدة هؤلاء المريسية ومن نحى نحوهم من الأشاعرة والماتريدية المعطلة. وهذه إشارات سريعة في حال المريسي ومن نحى نحوه، وإلا فالكلام عنه يطول. فالرجل هذا قد فسد وأفسد، وكل ذلك باتباعه لجهم، فلما تلقف مقالات الجهم بن صفوان روجها في عصره، وكانت محنة وافتتن بها كثير من الناس. والمريسي هذا أمره مفضوح يعني مكشوف لمن تدبر ونظر. فالمريسي لعنه الله تعالى ترك إرثا مرا، فلا يكاد أحد من أهل السنة ذكر المريسي إلا ولعنه. ومن جميل كلام الإمام الحافظ
ابن بطة رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن الجهمية، وذكر شيعة الجهم بن صفوان، قال مثل ضرار وأبي بكر الأصم وبشر المريسي وابن أبي دؤاد والكرابيسي وشعيب الحجام وبرغوث والنظام ونظرائهم من رؤساء الكفر وأئمة الضلال الذين جحدوا القرآن وأنكروا السنة وردوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكفروا جهارا وعمدا وعنادا وحسدا وبغيا وكفرا، وسأبثك من أخبارهم وسوء مناهجهم وأقوالهم ما فيه معتبر لمن غفل. وذكر أيضا كما في إبانته الصغرى قال: ومن خبثائهم ومن يظهر في كلامه الذب عن السنة والنصرة لها وقوله أخبث القول ابن كلاب وحسين النجار وأبو بكر الأصم وابن علية، أعاذنا الله وإياك من مقالاتهم وعافانا وإياك من شرورهم ومذاهبهم، وأحيانا وإياك على الإسلام والسنة وأماتنا على ذلك، إلى آخر الأقوال. فلا تجد كتابا من كتب السنة المعتمدة عند أهل السنة إلا وذكروا هؤلاء، وبوبوا أبوابا في الرد على هؤلاء، ذكروا باب الصفات والرد على الجهمية، فكانوا يذكرون الجهمية بأسماء رؤوسهم ويكفرونهم ويكفرون أصحاب هذه المقالات التي ترد الكتاب والسنة. نعم، لعلي أكتفي بهذا، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.